راك تكري لوازم الأعراس، طقوم، أواني، واش دير إذا الزبون ما ردلكش الحاجة كيما هي، هرسها ولا قطعها؟ اليوم نهضروا على الحل القانوني. في عالم التجارة كل تاجر لازم يكون عنده ضمان قانوني باش يحمي روحه، خصوصا في معاملات الكراء. إذا كنت تكري لوازم العروس ولا أي سلعة غالية لازم تحمي حقك وتضمن باللي كل شي راه ماشي نيشان. العقد هو السند اللي يحميك قانونيا ويحفظ لك حقك وكان يصرى أي مشكل. المادة 467 من القانون المدني الجزائري تقول: إيجار عقد يمكن للمؤجر بمقتضاه من تمكين المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة معينة مقابل بدل إيجار معلوم. معناتها كي تكري سلعة راك تدخل في عقد قانوني، انت تدي الدراهم، الزبون يستعمل السلعة لمدة محددة ومن بعدها يردها كما هي. هذا العقد يحميك من التلاعب والمشاكل. دروك نقول لك كيفاش دير عقد كراء بسيط. باش العقد يكون قانوني كتب فيه اسم الزبون كامل، رقم بطاقة التعريف، واش كريت له بالضبط، مدة الكراء والمبلغ اللي خلصت عليه، وخليه يوقع وانت تاني توقع هاد الورقة. وكان يصرى اي مشكل تقدر تديها للمحكمة وتطالب بحقك. تقدر تزيد مبلغ تأميني باش اذا خسر لك سلعتك ما تبقاش مدابز تويه منه، تعوض ضرر. تاني شفت بزاف تجار يشدوا بطاقة تعريف زعما كضمان، بس زعما بطاقة تعريف قادر يروح يدير بالغ باللي تودرت له ويخليها لك. واش تقدر دير؟ اذا تقد تشد منها نسخة فقط وتزيدها مع ملف العقد كإثبات. في الاخير بغيت نقول لكم كاين بزاف ناس يخدموا بالنية، بصح النية وحدها ما تكفيش. القانون يعطيك سلاح تحمي به خدمتك واللي هو العقد. خدم عقد بسيط، دي نسخة من بطاقة التعريف، زيد مبلغ تأميني، وكي نقول التوقيع ما تنساش البصمة. وهكا تكون محترف وقانوني. ما تنساش الحق يجي مع الإثبات والإثبات يجي مع الورقة.